من الافلام اللي بحب اشوفها او اتابعها او ادخلها سينما او بنتظرها من وقت للتاني هي افلام البطل الكبير ليوناردو دي كابريو، من اكتر الناس اللي بحترمها في السينما بصفة عامة. فما بالك الفيلم ده من بطولته، من بطولة ليوناردو دي كابريو، ومن اخراجه واحد من افضل المخرجين في تاريخ السينما او من اكتر المخرجين المميزين بالنسبة لي، وهو بول توماس اندرسون. فكان عندي فضول رهيب اشوف الاتنين دول هيعملوا ايه مع بعض. وهنا بكلمكم عن اكتر الافلام المنتظره في 2025 بالنسبه لي، وهو فيلم وان باتل افتر انذر. وهنشوف هل الفيلم ده يستحق المشاهده ولا لا. بس اهم حاجه عشان ما اضيعش وقتكم، ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. يلا بينا ما نضيعش وقت ونخش في الموضوع على طول. This is Bob Ferguson. I was a part of the French 75. Steve Lockjaw just attacked me. من البداية كده حابب اقول لكم ان الفيلم ده من نوعية الافلام اللي لازم يتدخل سينما. يعني ما تقوليش كده انا هنتظر الفيلم ده لحد ما ينزل على المواقع كلها وساعتها اتفرج عليه. لا، الفيلم ده يا جماعة من الافلام كده، يعني في افلام معينة كده لازم عشان تشوفها تدخلها سينما، هتحس بالتجربة ككل لما تدخلها سينما. ده واحد من الافلام دي، وده نظرا لان موجود فيه بكثرة مؤثرات صوتية، مؤثرات بصرية، وحاجات كتيرة جدا، كوليكشن على بعضه لازم تدخلوا سينما، ومش اي سينما، سينما اي ماكس. حابب اقول تنويه ان في اول ربع ساعة من الفيلم في بعض المشاهد الغير مناسبة للمشاهدة العائلية. اتمنى وانت في السينما ما تركزش معاها، واتمنى للناس اللي مش هتعرف تدخلوا سينما اصلا ان هي لو هتنتظروا الفيلم ده ينزل على المواقع تحاولوا ان انتوا تعدوا المشاهد دي وتكملوا بقية الفيلم عادي. الفيلم ده زي ما انا قلت لكم من اخراج الكبير بول توماس اندرسون. طب عمل لنا ايه بول توماس اندرسون قبل كده؟ عمل لنا فيلم مانجوليا اللي اتعمل في 1999 من بطولة العظيم توم كروز، اللي اكاد اجزم ان الفيلم ده هو افضل اداء تمثيلي لتوم كروز في مسيرته ككل. عمل لنا واحد من اشهر افلام اللي نزلت في تاريخ السينما، وهو فيلم There Will Be Blood اللي اتعمل في 2017، اللي مشهور جدا ومفضل جدا بالنسبه لناس كتير، بس انا للاسف واحد مش منهم. عمل لنا قبل كده فيلم ذا ماستر اللي اتعمل في 2012 بطوله خواكين فينيكس، اللي كانت ده البوابه اللي اتفتحت لخواكين فينيكس عشان يعمل فيلم الجوكر، او الاداء بتاعه اللي مهد له ان هو يعمل اداء الجوكر، وغيره وغيره من الاعمال الكبيره جدا اللي تستحق الاشاده يا جماعه. الفيلم بيحكي عن حركه ثوريه مسلحه قامت ضد الحكومه والمجتمع بسبب مشاكل عرقيه وعنصريه متجذره. القصه بتتكلم عن مجموعه من الشباب، او بالاخص الحركه الثوريه اللي انا بتكلم عليها دي، حسوا بنوع من التمرد وحسوا ان اصواتهم مش مسموعه. الظلم الاجتماعي والتمييز العرقي خلاهم ان هم يثوروا ضد المجتمع وضد الحكومه، لدرجه ان هم شالوا سلاح وحاولوا ان هم يواجهوا الحكومه نفسها. الفيلم بيركز على الصراع ده من زاويتين مختلفتين. من ناحيه الحركه الثوريه اللي شايفه انها بتحارب علشان العداله والحريه، ومن ناحيه تانية الحكومه والسلطه اللي شايفين انهم بيواجهوا فوضى وخطر على استقرار المجتمع. المميز في الفيلم ده ان هو مش مجرد اكشن ومغامره بس، لا ده فتح مواضيع كتيره جدا، مواضيع عن القهر، مواضيع عن العنصريه، مواضيع عن التمييز، وان ازاي الظلم ممكن يكون ناتج عن معركه كبيره جدا بتولد معركه بعد معركه، لحد ما الكل يكتشف ان الثمن بتاع العنصريه دي بيكون غالي جدا على المجتمع ككل. Go. وسط كل ده بيحاول بوب فيرجسون اللي هو ليوناردو دي كابريو، اللي هرب مع زوجته صاحبة البشرة السمراء من الحكومة اللي بتحاول القبض عليهم. من بعد ربع ساعة بالظبط من بداية الفيلم هنعيش المطاردة دي لحظة بلحظة، ودي اللي خلت الفيلم، او من اكتر الاسباب اللي خلت الفيلم مش ممل اطلاقا، حرفيا يا جماعة زيرو ملل. وده بالرغم ان مدة الفيلم كانت كبيرة جدا يا جماعة، 2 و40 دقيقة، ولكن يعني انا مش هبالغ لو قلت لكم كده، الفيلم يا جماعة ما حسيتش فيه بملل اطلاقا، وكان لو الفيلم زاد مدته عن كده كنت هكمله وانا مبسوط عادي جدا. يا جماعة بلا شك ده واحد من افضل افلام 2025 ان لم يكن افضلهم. Revolution.
The message is clear. I'll be seeing you very soon. Not if I see you first. خلال المغامرة دي أو خلال المطاردة دي بنعيش نوع من الأكشن والمغامرة والكوميديا، ومش أي نوع من الكوميديا، كوميديا اللي بتتولد نتيجة المواقف، وده من أكتر الكوميديا اللي بحبها شخصيا، ومن أكتر الكوميديا اللي بتخليني أضحك فعلا من قلبي، والفيلم ده فعلا نجح يضحكني من قلبي. هنعيش المغامرة دي وسط نوعين من المتطرفين، متطرفين يمنيين اللي هم بيمثلوا الحكومة نفسها اللي ما بيحبوش أصحاب البشرة السمراء، والنوع التاني من المتطرفين اللي هم أصحاب البشرة السمراء نفسهم اللي بيقودوا حركة ثورية قوية جدا مسلحة ضد الحكومة نفسها. والغريب هنا والمميز هنا في نفس الوقت إن المخرج ما ميزش أي طرف على التاني، بين لك إن الاتنين أسوأ من بعض، أو الاتنين هم أشد شرا من بعض. We're bringing justice to the vigilante group known as the French 75. We are here to award Stephen Lockjaw. بيبين لك كم الفوضى الناتجة لما الاتنين دول بيكونوا موجودين في نفس البلد، ودي حاجة غريبة جدا ومختلفة كل الاختلاف عن بقية الأفلام اللي شفتها قبل كده، اللي لازم بيكون في طرف مميز عن الطرف التاني أو طرف أنت بتتعاطف معاه على حساب الطرف التاني. والحقيقة يا جماعة الأداء التمثيلي هنا يا جماعة أداء من الدرجة الرفيعة لكل الممثلين بلا مبالغة. أولهم بوب فيرجسون اللي هو البطل بتاعنا اللي بيمثل دوره ليوناردو دي كابريو. كان بيمثل البطل بتاعنا بدور هو شخص عفوي، شخص مش عارف يعمل ايه، مش عارف يتصرف ازاي، شخص قليل الحيلة بسبب المواقف الكتيرة اللي بتحصل له والمطاردات الكتيرة اللي بيتعرض ليها. بيتصرف بطريقة عفوية نتج عنها ضحك كبير جدا يا جماعة. ومن أكتر المشاهد اللي ضحكتني في الفيلم ده لما كان بيتكلم في تليفون وكان ناسي حاجة معينة. المشهد ده يا جماعة عايز أقول لكم لما حصل القاعة بتاعت السينما انفجرت من الضحك. Answer, what time is it? I cannot give you the rendezvous point. This is a key tenet of the rebellion. I'm surprised you can't name it. I don't know if you are. ده غير بنته او اللي بتمثل دور بنته في الفيلم ده اللي ابهرتني تمثيليا، كانت ماسكه في الدور بطريقه ممتازه. بالمناسبه البنت دي هي اللي مثلت في مسلسل واحد من افضل مسلسلات 2024 السنه اللي فاتت، مسلسل بيرسومد انوسنت. ولكن يا جماعه زي ما انا قلت لكم كل الممثلين ابهروني تمثيليا، كانوا من الدرجه الرفيعه من التمثيل، بس كلهم على جنب وفي واحد على جنب لوحده تاني شايل الفيلم حرفيا على كتفه شيل، اللي هو شون بين اللي بيمثل دور الجنرال ستيفن. شوف يا اخي طريقه كلامه، طريقه مشيه، تعابير وجهه، قوته العضليه والجسمانيه، هيبته كراجل. ابهرني يا جماعه اداؤه التمثيلي بجد يا جماعه، كان سارق السينما لوحده، كان حرفيا خاطف الانظار لوحده. الراجل ده يا جماعه واخد 2 اوسكار قبل كده اصلا، وكان من ضمنهم او من ضمن ال2 اوسكار اللي خدهم كان في فيلم مايستيك ريفر، واحد من افضل افلام الجريمه والغموض اللي نزلت على مر التاريخ يعتبر. اللي فيلم اللي نزل في 2003 كان خد الدور كافضل ممثل رئيسي. الكادرات كانت ممتازة وخصوصا في مشاهد المطاردات، سواء المطاردة الجسدية أو بالعربيات. يعني في مشهد في آخر الفيلم كده كان في مشهد مطاردة وكانت العربية بتنزل وتطلع، الطريق كده كان بينزل ويطلع. حرفيا يا جماعة أنا كان في المشهد ده أنا حاسس إن أنا اللي بسوق فعلا. ده غير الحوادث اللي حصلت في الطريق، حرفيا كانت متنفذة بطريقة مبهرة. ده غير الموسيقى التصويرية اللي موجودة في 90% من مشاهد الفيلم. أغلب مشاهد الفيلم موجود فيها موسيقى تصويرية مناسبة لأجواء المطاردة أو التوتر اللي هتحسه على مدار الفيلم، مناسبة للأجواء الدرامية اللي موجودة في الفيلم. في كل مشهد هتلاقي فيه موسيقى تصويرية مناسبة جدا في المشهد ده. وعشان كده بقول لكم ان الفيلم ده يعتبر كتجربه اكتر من كونه فيلم. عشان كده بقول لكم لازم تدخلوا الفيلم ده في السينما، ومش اي سينما، سينما اي ماكس. فده يعتبر واحد من افضل افلام 2025 ان لم يكن افضلهم، وعشان كده بديله تقييم 9 من 10. Not one thing, it's another. بس كده دي تكون حلقتنا، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني وتشترك في القناه وتفعل زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. كان معاكم محمد العايدي، سلام عليكم.